مترغيش مع حد كتير. دي نصيحة للعشرينات والثلاثينات واي حد بيشتغل في سوق العمل. خلي بالك من العصافير. انت لا ترتقي لمستوى اهدافك بل تهبط لمستوى انظمتك. لان اوقات كتير بنضيع مجهودنا وبنضيع وقت طويل قوي في حاجات احنا مش عايزين نعملها، بس عشان اتكسفنا نقول لا. انت ما بتاخدش بالك ان دي علاقه سامه غير بعدين لما تلاقي نفسك انك استنزفت بشكل مبالغ فيه. عدل ده وانت حياتك كلها تتعدل. عمرك فكرت لو كان رجع بيك الزمن لاوائل العشرينات كنت ممكن تعمل ايه مختلف في حياتك؟ كنت هتصاحب نفس الناس، هتبقى في نفس الدواير، هتعمل نفس الحاجات اللي انت عملتها. الحلقه دي مهمه لكل الناس اللي لسه في بدايه العشرينات او لسه ما دخلوش العشرينات، علشان دي هتكون خلاصه تجربتي كده ومجموعه نصايح مني انا وناس صحابي. قربنا نخلص مرحله العشرينات، فممكن الحلقه تفيدك تخليك ما تقعش في نفس الحاجات اللي احنا وقعنا فيها. ولو انت في نهايه العشرينات زينا كده فاسمع الحلقه برضو، ممكن تفتح لك او تنور لك حاجه انت كنت ناسيها تبدأ تعملها دلوقتي تغير حياتك عمرك كله، لأن it's never too late. العشرينات هي المرحلة اللي احنا بنفتكر فيها ان احنا عندنا وقت لا نهائي ما بيخلصش، بس الحقيقة ان كل اختيار وكل عادة وكل علاقة بتبدأهم في بداية عشريناتك هم اللي بيخلقوا مستقبلك. النهاردة هشارك معاكم أهم 10 حاجات اتمنيت أكون عرفتها في بداية عشريناتي. لو انت في العشرينات فانت في أخطر وأقوى مرحلة في حياتك. انت في الوقت ده في مفترق طرق، يا تبقى كده يا تبقى كده. خليك معايا لان الفيديو ده معمول ليك انت. اول حاجه هي الاستثمار. عارف ايه اول استثمار لازم تعمله في حياتك في اول العشرينات؟ لا، مش في شقه ومش في عربيه ولا في مشروع حتى. اول استثمار لازم يكون في نفسك. العشرينات انت بتكون في مرحله بتبني فيها كل حياتك، اختياراتك، مستقبلك المهني ومستقبلك الاجتماعي، وعشان كده لازم تكون اول اولويه عندك انك تطور نفسك. يعني تتعلم، لو مفيش كورسات ولا في جامعات النت مليان فرص. تتعلم لغه، مهاره شخصيه زي التواصل واداره الوقت، او حتى مهاره عمليه زي التصميم، الكتابه، البرمجه. بالمناسبه دي في دراسه في جامعه هارفارد كانت بتقول ان الناس اللي بيستثمروا وقت في تطوير نفسهم اسبوعيا بيحققوا دخل اعلى بنسبه 47% بعد 5 سنين. جرب تسال نفسك ايه المهاره اللي لو اتعلمتها دلوقتي حياتي كلها تتغير، وجاوب عليها ابدا دلوقتي. لسه عندك وقت، انت مش متخيل كميه الوقت اللي عندك وانت في بدايه عشريناتك. ابدا واوعى تقع في فخ المقارنه. كل واحد ليه طريقته وسرعته، بس اللي ماشي خطوه كل يوم هيسبق اللي واقف لسه يفكر اعمل ده ولا ما اعملوش. الخطوه الثانيه انك بعد ما تبدا تستثمر في نفسك فلازم تيجي الخطوه اللي بعدها، وهي انك تعرف نفسك، بس بجد مش بالشكل السطحي. انك تعرف انت ايه اللي بيخليك مبسوط، ايه الحاجه اللي بتستهلك طاقتك وقوتك وتخليك مش قادر تكمل، ايه القيمه اللي لو اختفت من حياتك هتحس فعلا انك تايه. كل دي حاجات لازم تكون محددها مع نفسك، لانك تعرف نفسك دلوقتي ده معناها انك هتكون صادق مع نفسك. يعني في حاجات احنا بنحبها عشان المجتمع بيقول انها حلوه، فهل انت بتحبها برضو لنفس السبب ولا انت عشان بتحبها فعلا من جواك؟ كل دي حاجات محتاجه انك توقف وتبدا تعيد ترتيب اولوياتك. خد وقت كده لنفسك وامسك ورقه وقلم واقعد اكتب مع نفسك ايه الحاجات اللي فعلا بتعملها دلوقتي وبتاخد اكتر من نص يومك، وايه اللي فعلا مهم منها، وايه اللي وجوده بيخليك تحس انك مش مرتاح او مش نفسك. لان الناس اللي مش عارفه اولوياتها دايما بتحس بالضغط وبالتشتيت وبالارهاق، لانهم دايما تحس ان هم بيجروا في ماراثون هم مش عارفين نهايته ايه ولا هم اصلا هدفهم منه ايه. لكن اول ما تبدا تحدد انا عايز ايه بتبدا تشيل من دماغك مليون حاجه ما تخصكش اصلا وما تهمكش، بس شغله تفكيرك واخده مكان على الفاضي. ونقطه مهمه لازم تبقى عارف ان اولوياتك مش لازم تكون شبه حد، وانت مش نسخه من حد. لو هدفك تبقى فنان او شخص بيلف العالم او يعيش في بيت هادي، كل ده قرارك انت ومستقبلك وحياتك انت، بس لازم تكون صريح مع نفسك. وخد بالك كل ما اتاخرت في معرفه نفسك كل ما هتدفع الثمن بعدين. مش عيب خالص انك تكون مش عارف دلوقتي، بس العيب انك ما تحاولش. نيجي بقى للخطوه الثالثه بعد ما استثمرت في نفسك وعرفت نفسك فعلا انت عايز ايه ومش عايز ايه، تبدا اهم حاجه وهي تحديد العادات. ليه العادات؟ لانها البنيه التحتيه لاي حياه ناجحه. العادات بتشتغل حتى لما الحماس يقل او حتى لما ظروفك تتغير. يعني مش لازم تبقى متحمس عشان تمشي خطوه، انت اوريدي لو عندك عاده انت هتمشيها من غير ما تحس. خد القاعده دي من جيمس كلير في كتابه اتوميك هابتس، كان بيقول انت لا ترتقي لمستوى اهدافك بل تهبط لمستوى انظمتك. يعني مهما حلمت ورسمت وعملت خيالات بس انت عاداتك ضعيفه او مش متناسقه مع الهدف اللي انت حاطه، انسى، عمرك ما هتوصل. السهل ساعتها بيتحول لتلقائي، وصدقني التلقائي هو اللي بيعيش ويستمر من غير ما تحس باي ضغط. طيب ايه العادات اللي ممكن مثلا تغير حياتك في ال10 سنين بتوع العشرينات دول؟ حاجات مهمه قوي زي انك تصحى بدري. تاني حاجه الرياضه او التمارين الخفيفه حتى لو 10 دقايق كل يوم. ثالث حاجه تنظيم الوقت قبل النوم. دايما خلي اخر ساعه قبل النوم دي بتاعتك مع نفسك. دايما تكتب نواياك او اهدافك، اللي هو انت هدفك مثلا عايز تخش كليه كذا، ابدا اكتب كل شويه، اكتب انا عايز ادخل كليه كذا وعلشان ادخل الكليه دي هشتغل كذا وهاخد دروس في مواد كذا وهذاكر بالطريقه الفلانيه. اكتب. الكتابه بتفرق قوي في ان هي تحدد المايند سيت بتاعك عايز يشتغل على ايه. نيجي بقى للفقره الرابعه او النقطه الرابعه، يعني انك تتعلم تقول لا. ويا ريت تتعلمها من بدري، لان انا للاسف اتعلمتها متاخر قوي، اتعلمتها
اواخر العشرينات او في نص العشرينات، وفرقت معايا بشكل رهيب، بشكل رهيب. بيمر عليك مواقف وحكايات بتلاقي نفسك انت ما تعودتش انك تقول لا لحاجه، فاي حاجه بتسند اليك انت مضطر تقول حاضر، حتى لو انت مش قادر، حتى لو انت ما عندكش وقت انك تعمل الحاجه دي، بس خلاص انت ما ينفعش تقول لا، وتعودت انك ما تقولش لا. لان اوقات كتير بنضيع مجهودنا وبنضيع وقت طويل قوي في حاجات احنا مش عايزين نعملها بس عشان اتكسفنا نقول لا. بس الحقيقه هي كل ايوه بتقولها للناس هي رفض لنفسك انت. ليه كلمه لا دي مهمه؟ لانها بتحمي طاقتك، بتخلي كل ثانيه او كل دقيقه في وقتك بتروح في حاجه تفيدك انت فعلا، حاجه انت حابب تعملها، مش حاجه انت مكسوف تقول لا لصاحبها. والناس اللي بتقول لا بوعي دي مش ناس انانيه، دي ناس عارفه قيمه نفسها وبتحب نفسها. وفي فرق ما بين انك تكون بتحب نفسك وانك تكون ما بتحبش غير نفسك. عدل ده وانت حياتك كلها تتعدل. طب ازاي تقول لا من غير ما تحس بالذنب؟ اول حاجه خد وقت وفكر مع نفسك. يعني ممكن تقول للطرف التاني انا هفكر كده واشوف ظروفي مواعيدي وارد عليك. طبعا لو انت شخص عمرك ما قلت لا، ففي الاول هتقابل ده باستهزاء، يعني اللي هو يا عم هو انت هتعمل فيها مهم ولا ايه؟ عادي، خد الكلام ده كله وطلعه من الناحيه التانيه. دي حاجه ارفض بلطف بس بثبات، يعني خليك قوي في حجتك. انا نفسي اساعدك قوي بس للاسف انا وقتي مشغول وعندي حاجه مهمه قوي لازم اعملها، فللاسف ما عنديش وقت. ما تبررش كتير، لان انت كل ما تفتح باب للتبرير كل ما هتفتح باب للضغط عليك اكتر. يعني اللي هو لا لوحدها كفايه ومحترمه قوي. في دراسه اتعملت في جامعه كاليفورنيا لقت ان الناس اللي بيعرفوا يحطوا حدود في حياتهم يكونوا اقل عرضه للاجهاد النفسي، وبيعيشوا برضا داخلي اعلى بكتير من الناس اللي حواليهم. المساحه اللي بتاخدها لنفسك هي اللي بتخليك بعد كده تعرف ترجع تدي الناس بحب، مش بضغط، مش عشان هم طلبوا منك كذا فلازم تعمل كذا. تمام، نيجي بقى للفقره الخامسه او خامس نصيحه او خامس عاده لازم تكون عارفها في عشريناتك، انك تفهم العلاقات وتاثيرها على اختياراتك. العشرينات مثلا انت بتكون في مرحله في حياتك مليانه تجارب ومليانه تحديات ومليانه اخطاء بتقع فيها ودروس بتتعلم منها. ممكن يكون عندك دايما اختيارات مش دايما بتبقى صح، فمهم في الوقت ده ان انت تكون الدايره القريبه منك من صحابك وعيلتك تكون دايره داعمه ليك وتقدر توجهك ناحيه الخطوه الصح، لان انت برضو بصغر سنك او قله خبرتك ومعرفتك ممكن يخليك ما تعرفش تختار الاختيار الصح. فمهم جدا ان انت تختار ناس حواليك تبقى عارف ان هم فعلا بيحبوك من قلبهم، وان هم اي حاجه هتستشيرهم فيها هيزقوك ناحيه الطريق الصح. انا رايي بصراحه انت لو مش لاقي حد ايجابي يكون في دايرتك القريبه خليك لوحدك، يعني خليك لوحدك. الوحده احسن بكتير من ان انت تكون حوالين ناس سلبيه ما بتعملش اي حاجه غير ان هي تحبط فيك. ازاي اصلا تختار الناس اللي حواليك؟ دور على الناس اللي بيشاركوك نفس القيم، ده هيساعدك انك تبني علاقات صحيه. كمان اختار الناس اللي بتحترم حدودك. يعني العلاقات التوكسيك او السامه دي مش دايما بتظهر بشكل واضح، انت ما بتاخدش بالك ان دي علاقه سامه غير بعدين لما تلاقي نفسك انك استنزفت بشكل مبالغ فيه على مدار السنين، وتبدا تفوق لنفسك تقول ايه ده، وانا ازاي كنت بسمح بمواقف زي دي تحصل؟ يعني لازم تفكر كويس قوي في كل موقف انت بتتعرض فيه مع الناس اللي حواليك، وتعرف هل دي علاقه صحيه وسويه ولا دي علاقه سامه. ومهم قوي ان انت تقيم مشاعرك بعد كل لقاء، يعني بعد كل مقابله كده لو حسيت انك مش مرتاح مع الشخصيه دي او مع الشله دي، خلاص يعني انت حاسس من جواك انك مش مرتاح في مشاعر سلبيه، يبقى لا لازم تقعد تفكر وتعيد ترتيب حساباتك تاني واولوياتك، وتسال نفسك هل الاشخاص دول وجودهم بيساعد ان هم ينموك؟ يعني هل هم بيساعدوك وبيشجعوك على ان انت تاخد خطوات ايجابيه في حياتك، ولا بس القعده معاهم بتبقى كلها هزار وضحك يعني دي حاجه تحترم على فكره، لو تعرف ان دول اخرهم. يعني انت محتاج تدور على دوائر تانية تشجعك في محيط تاني او في مستوى تاني في حياتك علشان تقدر تاخد خطوه ايجابيه. اهم حاجه العلاقه مع نفسك، يعني انت قبل ما تبدا تدور على علاقات كويسه ودوائر كويسه تحيط نفسك بيهم لازم قبلها تكون علاقتك انت بنفسك كويسه. طيب سادس نصيحه بقى او سادس خطوه معانا هي انك تعرف توازن بين الحياه الاجتماعيه والحياه المهنيه. للاسف احنا في بدايه عشريناتنا اول ما بنتخرج اول ما نبدا نشتغل بيبقى الحماس واخدك قوي، يعني عارف دايما تلاقي تعليق كده مثلا من حد اكبر منك في الشغل يبص لك كده لو انت عندك حماس في حاجه يقول لك ايه شباب بقى، ما احنا كلنا شباب. هو عنده حق، يعني فعلا بيبقى في حماس رهيب في الفتره دي في حياتك. دي حاجه حلوه طبعا وحاجه تحترم، انت بتبدا فانت محتاج فعلا تبذل مجهود كبير قوي علشان تبوش نفسك في الحته دي وتبقى في حته متطوره قدام يعني. بس مهم قوي كمان انك تعرف امتى توقف، توصلش لمرحله انك بتبرن اوت في الشغل لدرجه انك مش لاقي ذاتك. يعني اوعى تقف الغلطه دي، اوعى تقف الغلطه دي بالذات. انا جايه لك من المستقبل وبقول لك اوعى تحرق نفسك. خلي بالك ان في عصافير كتير، عصافير بقى في كل حته، حاول تتجنبهم. حاول انت اوريدي يعني ترغيش مع حد كتير. دي نصيحه للعشرينات والثلاثينات واي حد بيشتغل في سوق العمل. خلي بالك
من العصافير. تابع حاجه بقى انك تخلي الرياضه عاده يوميه في حياتك. كلام كليشيه قوي بس بجد الرياضه هتفرق في حياتك قوي قوي قوي. خلي بالك انت لما تكبر تخلص العشرينات وتخش الثلاثينات الحرق بقى بيقل قوي. انت ما كنت في بدايه العشرينات عندك بقى طاقه ووقت ومجهود وبتنزل جامعه وبتنزل شغل وممكن تكون بتشتغل شغلانتين وبتجري من هنا لهنا لهنا، فبتلاقي نفسك بتحرق والدنيا تمام، واللي هو لو عكيت شويه قشطه بتعرف تعوض بعد كده. نص العشرينات بقى كده فيما فوق لا، يعني الموضوع ده بيقل. الرياضه كمان اهميتها انها بتفرز هرمونات السعاده، ودي اكتر حاجه احنا محتاجينها في العشرينات، وكمان بتقلل فرص الامراض المزمنه بعد الشر يعني في المستقبل. فليه لا؟ يعني خليك شخص رياضي، مش لازم تبقى رياضي 100% بقى وتبقى بجرامي وعضلات وكده، بس يبقى صحتك حلوه يعني ما بتطلعش السلم تنهج وانت في بدايه عشريناتك ولا في نص عشريناتك، يعني صعب. وافتكر العشرينات مش بس مرحله شغل وسعي والحاجات الطموحات الجميله اللي احنا بنبقى حاطينها دي، هي كمان مرحله بتبني فيها جسمك وصحتك ونفسيتك ومستقبلك وكل حاجه. حافظ على الجسم ده اللي هيشيلك لحد ما تخلص حياتك. آمن نصيحة في العشرينات هي انك تتعلم تدير اموالك. النقطة دي مهمة قوي 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 قوي. في العشرينات دي المرحلة اللي احنا بنتعامل فيها مع الفلوس بعشوائية شديدة. يعني بتبقى دي المرحلة اللي احنا بدأنا نشتغل فيها، بدأنا نمسك فلوس بعيد بقى عن المصروف اللي بناخده من اهلنا. فبتبدأ بقى اي حاجه تيجي في بالك عايز تجيبها بتجيبها من غير تفكير في اي حاجه. المرتب في الاول بيبقى بسيط، يعني لسه طبيعي فريش جراديوت ولسه الدنيا مش متظبطه قوي، فمرتبك ما بيبقاش احسن حاجه. فلازم تدير مالياتك مهمه قوي، والعادات اللي انت تعملها دلوقتي وهتتعلمها دلوقتي في عشريناتك هي اللي تكمل معاك باقي حياتك. فلو فضلت مسرف كده وبتضيع كل قرش ويجيلك من شغلك على الفاضي والمليان، فصدقني في الثلاثينات هتلاقي نفسك ما عملتش اي حاجه. وكمان الزمن بيتغير بسرعه، يعني ما فيش امان مالي حقيقي، فابدا بقى من بدري حاول تامن نفسك، محدش عارف بكره في ايه. وافهم الفرق بين الرغبه والاحتياج، يعني مش كل حاجه انت نفسك تجيبها هي حاجه انت فعلا محتاجها. تاسع حاجه بقى مهمه تعرفها في بدايه العشرينات هي العلاقات العاطفيه. في العشرينات او في بدايه العشرينات بنبدا نستكشف مشاعرنا، بندخل في علاقات اول مره نحس ان احنا قلبنا بيدق. في المرحله دي هي اول مرحله بتبدا تحس فيها انك فرد خلاص كبير وعاقل وناضج، وممكن تدخل في علاقه عاطفيه ممكن تكمل فيها لسنين، واكيد مش عايز تكمل باقي عمرك لوحدك. فبتبدا بقى بالتوهان، لان كمان المعروض قدامك بيبقى كتير، يعني وانت في بدايه العشرينات عندك صحاب كتير من الجنس الاخر، فبيبقى المعروض قدامك كتير وانت اوريدي لسه ما بنتش برضو قواعد تحط عليها الحاجات اللي انت عايزها في الشخص اللي انت عايز ترتبط بيه طول حياتك. فبيبقى في تشتت بقى. فالعلاقات في العشرينات هتبقى حاجتين، يا علاقات بتقويك يا علاقات بتستنزفك. ازاي تعرف الفرق؟ ببساطه جدا، العلاقات اللي مش تمام او توكسيك او اللي هتخلص عليك هي اللي بتخليك دايما تشك في نفسك طول الوقت وحاسس انك مش كفايه طول الوقت. بكل بساطه حاسس انك مش مرتاح كل يوم والتاني في خناقه. والشخص الصح اللي بيحترمك هتحس ان هو بيحترم ضعفك، بيحترم وقتك وبيحترم مساحتك الشخصيه، بيدعمك لقدام. وافتكر ان اختيارات العشرينات بتاثر على اختياراتك طول العمر وعلى مستقبلك، خصوصا في الاختيارات العاطفيه. واخر حاجه الحمد لله قربنا نخلص الفيديو، هي الاستمتاع بالحياه من غير الشعور بجلد الذات. وسط الجري والمسؤوليات والقرارات المصيريه والضغط اللي احنا بنضغطه لنفسنا في مرحله العشرينات، ساعات في ناس بتنسى انها تعيش وتتبسط عشان بتقارن نفسها بغيرها طول الوقت، عايزه طول الوقت تبقى بيرفكت، وده مش صح. بس الحقيقه ان الناس اللي بتعرف تستمتع بالحياه بدون ضغوط هي دي الناس اللي بتكمل فعلا. مش عشان هما ما عندهمش مشاكل، لان مفيش حد ما عندوش مشاكل، بس هما ناس اختاروا ان هما يعيشوا بلطف مع نفسهم، ودي اهم حاجه. وصلت للنقطه دي في الفيديو فده معناها انك فعلا شخص مهتم جدا انك تطور من نفسك، وده شيء يحترم، نحتفل بيك. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابع كل جديد، وفعل الجرس عشان تشوف اي فيديو ينزل لنا، لان ده كمان بيساعدني ان اقدر اكمل في القناه لو حبيت المحتوى ده. واكتب لي في الكومنتات لو انت شخص قرب يخلص العشرينات زي كده وزي صحابي الحاجات اللي انت عملتها فعلا من النصايح اللي احنا قلناها دي، وايه الغلطات اللي انت وقعت فيها. ولو انت شخص لسه في بدايه العشرينات قولي ايه اكتر حاجه متحمس ليها في العشرينات. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.